السلام عليكم. ازاي نعمل اوتو ريسايز تكست بوكس في الافتر افكت من غير ما استعمل اي اكواد او اكسبريشن. هنستعمل بس الافكتس اللي موجوده بيلت ان في البرنامج. نبدا نعمل كومبوزيشن عن طريق الشورت كات كنترول ان او نضغط هنا على نيو كومبوزيشن. باي ديفولت بتاخد هي الكومب 1 او كومبوزيشن 1. الديوريشن 10، احنا مش مهم الديوريشن بالنسبه لنا، وكذلك الفريم ريت انا بفضل اشتغل على فريم ريت 30 عشان اعرف اتحرك ما بين في التايم لاين. كده عملنا احنا الكومبوزيشن. هنعمل تكست لاير هنسميها اوتو ريسايز. اوتو ريسايز نديلها اللون الابيض. ونعمل الاين في نص الكومبوزيشن عن طريق الالاين بانل. كده احنا عملنا التكست بتاعنا. عايزين نعمل البوكس نفسه حوالين التكست، فهنستعمل الافكتس اللي موجودة في البرنامج. اول افكت معانا اللي هو الفيل. بقف على اللاير هنا وبعمل دبل كليك، بينزل الافكت على طول على اللاير مباشرة. بتختار اللون اللي انت عايزه، ليكن اللون الاخضر او اي لون يعني. الفيل ده احنا عملناه عشان ندي لون للبوكس، يعني اوريدي في لون جاي معانا للتكست، بس انا الفيل ده عملته عشان ادي لون للاطار او للبوكس. تاني افكت معانا اللي هو الريبيتايل، السي سي ريبيتايل. السي سي ريبيتايل ده عشان يدينا الحدود او البادنج حوالين التكست، يعني في كل الاتجاهات، اليمين واليسار وفوق وتحت، يبقى في عندي جاب ما بين حدود البوكس وما بين التكست. باجي هنا في الافكت نفسه بغير في الخصائص. على سبيل المثال خلينا نقول 50 بكسل. طبعا القيمة اللي هنا بتعتمد على الفونت سايز نفسه، يعني كل ما الحجم بيكون كبير التكست السايز بتاعه كبير، بيبقى كذلك البادنج بيبقى كبير عشان يبقى فيه يعني تناسق في المسافة او الجاب. انا كذلك هنا 50، كذلك هنا 50. طبعا الريبيتايل، سي سي ريبيتايل ده افكت مشهور جدا، وبيدي ريبيت، بيعمل ريبيت لللاير او الاوبجكت اللي موجود هنا في البرنامج. وله استخدامات كتيره جدا يعني، واقدر اعمل الاوتو الكي فريم، اقدر استعمل الكي فريم عشان اعمل انيميشن او حركه باستخدام السي سي ريبيتايل. كده انا عندي الشكل ظاهر زي ما هو قدامكم كده دلوقتي. تالت افكت معانا اللي هو الشيفت تشانل، السي سي الشيفت تشانل. الشيفت تشانل ده بيعمل سبليت للشانل الخاصه باللاير او الالوان، يعني بيديني هو بيفصل لي الشانل الخاصه باللاير نفسها. فمعروف طبعا الار جي بي مود او في نظام الالوان في المود اللي هو الار جي بي، بيبقى عباره عن 3 تشانل ومعاهم التشانل الرابعه اللي هو الالفا. لو رحنا هنا شفنا فصلناها يعني عملنا 4 ويندو، وجينا هنا مثلا اخترنا الالفا. هلاقي ان الالفا هنا بتديني الترانسبيرنسي، يعني الجزء الابيض ده هو اللي هيظهر والاسود ده هو اللي مش هيظهر. يعني الاسود ده هو يعتبر الترانسبيرنسي، الابيض هو ده اللي هيظهر معايا في الار جي بي. فلو رجعنا تاني للويندو واحده، هلاقي هو ده الايه اللي هيظهر معانا، اللي هو كان ابيض في الشانل بتاعت الالفا. فانا باجي اقول له لا، انا عايز الفول اون. فول اون يعني ايه؟ بغير هنا الخصائص الخاصه بالافكت، وبقول له الالفا انا عايزها فول اون. فول اون يعني ما تدينيش اي ترانسبيرنسي، اديني كل البيكسل، ما تخليش فيه اي ترانسبيرنسي. فبالتالي هي دي نقطة التحول، ان انا بعمل التكست بوكس
هو ده الاطار، هو ده التكست بوكس عندي، اللي هو بديل الاكواد وبديل الاكسبريشن. طيب اللاير نفسها اختفت، الكتابة نفسها اختفت. عشان ارجع الكتابة بستعمل السي سي كومبوزيت. السي سي كومبوزيت ده بيعمل كوبي من التكست على نفس اللاير، كوبي من التكست على نفس اللاير. بس الاوردر بتاع الافكت مهم، يعني لازم يكون هو اخر حاجة عندي في الاوردر بتاع الافكتس. يعني ما ينفعش احطه هنا فوق، لو حطيته فوق هيختفي، التكست هيختفي، هينزل عليه كل الافكت القديمة، بخليه اخر حاجة عندي هنا. تمام. اقدر هنا اغير التكست، على سبيل المثال نقول هلو. هلاقي ان كأن عندي بالظبط تكست بوكس اوتو ريسايز مع التكست. وشكرا لكم، واشوفكم في التوتوريال اللي جاي ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.